هنا لو اللاعب متعمد هياخد انذار وممكن يبقى طرد لو اللاعب متعمد. طب لو مش متعمد المخالفه هتتحسب، يعني هنا هيبقى في ضربه جزاء. اول حاله هنشوفها مع بعض هنا فاول على لاعب فيوتشر، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي في التحام مع لاعب الزمالك، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها، هنا كان لاعب الزمالك بيطلب بفاول، نشوف مع بعض هتلاقي لعيب الزمالك وصل للكره ولعبها، بس هل هنا في التحام ولا لا؟ من الزاويه ديت اللي هي اقرب زاويه عاده اللقطه ديت مش باين بصراحه ان في التحام يستاهل الفاول، فطبعا هنمشي مع قرار الحكم. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول على لاعب الزمالك، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي في التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها، هنا كان لاعب الزمالك نروح للحاله اللي بعديها وهنا كان لاعب الزمالك بيطلب بضربه جزاء، نشوف مع بعض كده هتلاقي لعيب فيوتشر برضه هو اللي وصل للكره الاول، وبعد كده اللاعب وقع زي ما احنا شايفين مع بعض. هنا لما اللاعب وقع على الارض لعيب الزمالك هو اللي مكمل معاه وعامل الالتحام، فطبعا هنا ما ينفعش نهائي يبقى في ضربه جزاء، طبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول على لاعب الزمالك، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم، وهنا الحكم ادى اللاعب انذار، وطبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها، الحاله دي مهمه جدا، هنا بقى كان لاعب الزمالك بيطلب ضربه جزاء، ونشوف مع بعض هتلاقي فعلا في مخالفه. اولا المخالفه مش في اللعبه ديت ان هي كتف في كتف، لا، بص على تكمله اللعبه وعينك على قدم لعيب فيوتشر، بص على القدم هتلاقي هنا هوت واقف على قدم لعيب نادي الزمالك، هنشوفها بقى من كل الزوايا هتلاقي ان اللاعب واقف بالقدم على قدم لعيب نادي الزمالك. هنا لو اللاعب متعمد هياخد انذار وممكن يبقى طرد لو اللاعب متعمد. طب لو مش متعمد المخالفه هتتحسب، يعني هنا هيبقى في ضربه جزاء، لان زي ما احنا ما شايفين مع بعض هنا لعيب فيوتشر واقف بالقدم على قدم لعيب نادي الزمالك جوه خط ال 18، فكان لازم الفار يتدخل في اللعبه ديت، لان هنا كان ممكن يبقى في ضربه جزاء صحيحه لنادي الزمالك لو الفار اتدخل. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول على لاعب فيوتشر، نشوف مع بعض كده هتلاقي فيه تدخل بقوه على قدم لعيب الزمالك، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وطبعا هنا قرار الحكم قرار سليم.